I'm here in Saudi Arabia. I am Hilali. إيوا سيدي رسميا نيمار إلى الهلال السعودي، والمفاجأة الكبرى هي أيضا ياسين بونو حتى هو غادي ينتقل لنادي الهلال السعودي. من بعد ما كلشي كان كيتسنى ياسين بونو إما يوقع ريال مدريد أو لا بايرن ميونخ، إلى الأخبار ديال اليوم كيتفاجأ العالم لأنه ياسين بونو عطى الموافقة ديالو على أنه ينتقل للهلال السعودي. إيوا سيدي الفيديو ديال اليوم غادي نهضروا على الصفقة التاريخية ديال نيمار، وغادي نهضروا على بونو، ونهضروا أيضا على بعض اللعابة ديال المنتخب الوطني المغربي شنو المصير ديالو. خلي معك شي لايك وفولو ويلا نبداو. نيمار أصبح اليوم ترند عالمي من بعد إعلان الهلال السعودي عن انتقال رسميا نيمار إلى النادي، واللي جا تقريبا من نادي باريس سان جيرمان ب 60 مليون يورو، بعقد سيدي كيمتد لموسمين حتى سنة 2025. وهذا العقد ديال نيمار فهو فيه بزاف المزايا، وأول حاجة هي طائرة خاصة تحت التصرف ديالو، ثانيا منزل ضخم بلا ما نهضروا عليه بالخدم ديالو بكل شيء ليه حتى هو تحت التصرف ديالو. واجدي اجي نهضروا شويه على العقد اللي غيشد في يديه. قال لك اسيدي 80,000 يورو لكل مباراة كينتصر فيها الهلال، فغادي يدوز الصالير ديالو 80,000 يورو، زائد 500,000 يورو لكل بوست حطوا نيمار على السعوديه في مواقع التواصل الاجتماعي. هادشي بلا ما نهضروا على الصالير ديالو اللي وصل تقريبا كاين اللي كيقول لك 300 حتى 400 مليون يورو في هاد الموسمين هادو. وهاد برجوة تيجي شو غتكون؟ اموال باهظه، اموال باهظه تيجي شو غتكون؟ اموال تترعرع. اي هاد المبالغ خياليه وهاد المزايا حتى هي الخياليه، فرا مستحيل اي لاعب يرفضها بحال نيمار اللي كان قاب قوسين على انه انتقل لفريق برشلونه. هادشي كان اكدوا الصحفي المشهور مبخوت اللي كان قال على انه نيمار غادي يمشي لبرشلونه، ولكن فالاموال فهي غيرت كل شيء. وسيدي نيمار السن ديالو تقريبا 31 سنه، كان مازال ليه على انه يضرب في اوروبا تقريبا ما بين 4 سنين حتى ل 5 سنين، ولكن العرض ديال الهلال السعودي فهو لا يناقش، فهو العرض فيه موسمين وزائد سنه اختياريه. كلشي عارف على ان نيمار فهو باغي يحافظ على المكانه ديالو في المنتخب البرازيلي وباغي يشارك في كاس العالم 2026. والصحف العالميه تقول على انه نيمار كيخطط على انه من بعد عامين انه يرجع اوروبا باش يكون في اوجه العطاء ديالو ويشارك مع المنتخب البرازيلي. هادشي اللي تتقول الصحافه العالميه هو انه هاد التخطيط هذا انه نيمار ما غاديش يزيد سنه ثالثه، غادي يدوز عامين، من بعد سنه 2025 غادي يحبس العقد ديالو وغادي يمشي لاوروبا باش يخدم على 2026. ايوا سيدي الهلال السعودي فهو ثاني اكثر نادي في العالم صرفا للاموال من بعد تشيلسي اولا، وهو جا الثاني، والارسنال ثالثا. ايوا جي سيدي ندوي شويه على ياسين بونو والصفقه اللي غادي دير بوم في العالم لفاجات المغاربه والعالم العربي. وصلتي حتى لهنا وباقي ما درتيش ابينو، دير شي لايك وفولو ويلا نشوفوا اللعابه ديال المغاربه. الصحفي العالمي رومانو فابريزيو فهو كيقول على انه الهلال السعودي فهو في مفاوضات متقدمه مع ياسين بونو. قال لك سيدي المدرب ديال النادي السعودي فهو طالب حارس اجنبي اللي يكون في المواصفات العاليه. نجا الاختيار على ياسين بونو باش يكون حارس المرمى الاساسي للهلال السعودي. كل شيء كيقول على انه اشبيليا والهلال السعودي فهم اتفقوا على الصفقه اللي وصلت ما بين 18 حتى 19 مليون يورو، عقد لمده 3 سنوات. وبعض الصحف والتقارير كتقول على انه البايرن ميونخ فحتى هو كان داخل في الخط، ولكن مني دخل الهلال السعودي وعطى العرض ديالو، وهنا النادي الالماني فهو انسحب من هذه الصفقه هذه، بحيث ان النادي السعودي قدم لي عرض اكثر جاذبيه واحسن بكثير من النادي البافاري. تيقول لك سيدي في الصحف العالميه على انه ياسين بونو غادي يشد 20 مليار في السنه. نجي نعطيو الراي ديالنا بجوج الحوايج، غنهضروا في الجانب المالي وفي الجانب الكروي. الجانب المالي فياسين بونو عطى اختيار مزيان بالنسبه ليه، فراه غادي يضمن ليه حياه ومستقبل مزيان. كيف ما كيبان على انه ياسين بونو يمكن بقات ليه تقريبا غير شي 4 سنين حتى ل 5 سنين كاع في المسيره الكرويه ديالو. ضمن سيدي المستقبل ديالو خاص ضروري انه يقبل هذا العرض هذا الخيالي. واخا هنايا الدوري السعودي مشاو ليه نجوم عالميين بحال كريستيانو رونالدو ودابا نيمار بنزيما كانتي، ولكن ما كيبقاش دوري يعني احترافي 100% اللي غادي يوصل ياسين بونو انه يكون في اوجه العطاء ديالو. جا المقارنه بالدوري السعودي باوروبا، فهنا مجموعه من النجوم العالميين قالوا على انه دوري مقبره النجوم. جوج اللاعبين اللي كيمشيو فهم كيتبعوا الفلوس،
وكينساو شي حاجه الكره. فهنا هضرنا على الجانب المادي فهو مخير لياسين بونو. اجي نهضروا على المستوى ولا الجانب الكروي والتاثير ديالو على المنتخب الوطني المغربي. فبالنسبه لي على انه ياسين بونو فهو غادي يفقد داك الريتم العالي بحكم انه كان كيلعب في دوري ابطال اوروبا، اليوروبا ليغ، الدوري الاسباني اللي كان ريتم عالي. غادي يمشي لواحد الريتم نقدروا نقولوا شيئا ما متوسط. هذا الشيء يقدر ياثر على المردود ديالو سلبا، خاصه انه هو الحارس الاساسي للمنتخب الوطني المغربي. حتى نتوما كتبوا لي الراي ديالكم، شنو بان لكم على انه ياسين بونو غادي يبقى محتفظ على داك الريتم العالي بحكم انه غادي يلعب ضد نجوم عالميين، ولا اوروبا لا مجال مقارنه ديالها مع السعوديه ولا مع اسيا؟ يرى لا مجال مقارنه. اجي نهضروا على بعض اللاعبين المغاربه والمستقبل ديالهم اللي كيبان شويه مشهور. ايوا سيدي، اليوم اعلن بلد الوالد على انه جواد يامير غادي ينضم الى الوحده السعودي، ونزيدوا عاوتاني زياش فهو المصير ديالو اللي كيبقى مجهول لحد الان، يعني كيتسمى هو بدون فريق بحكم انه ما كيلعبش في تشيلسي. هناك بعض التقارير الاعلاميه كتقول على انه باريس سان جيرمان فهو جدد الرغبه ديالو فانه باغي زياش عاوتاني يكون في النادي الباريسي. ايوا اجي سيدي نهضروا على السيد اللي يدير بالباله في الباجات المغربيه والصحف المغربيه اللي هو سفيان امرابط. من بعد الفوز الصعب للفريق مانشستر يونايتد على الوولفز، خرجت مجموعه من الجماهير ديال اليونايتد كتطالب بقدوم سفيان امرابط الى النادي، حيث ان المباراه عرفت مشكل في وسط الميدان فريق مانشستر يونايتد. هادشي اللي خلى الجماهير انها تعبر على الراي ديالها وتخرج تقول على انه ضروري من انتداب سفيان امرابط الى النادي، وكيعتبروه هو الحل الانسب لمشكل الوسط اللي عند مانشستر يونايتد. اما فيما يخص يوسف نصيري فكنظن على انه غادي يكمل الموسم ديالو مع اشبيليه، فدل انه ما كاين حتى شي عرض رسمي ليوسف نصيري. دابا السؤال اللي كيطرح نفسه هو انه شنو كيبان لكم نتوما اللعابه اللي قرروا انهم يمشيو للخليج هما اساسيه في المنتخب، بحال ياسين بونو، جواد يامير، رومان سايس، بوفال، هادو كاملين قرروا على انهم يمشيو للخارج. وهناك بعض الاخبار تقول على انه حتى يوسف الصيري يقدر يمشي، ولكن ما كاينش شي عرض رسمي. شنو كيبان لكم هادشي؟ واش غادي ياثر سلبا او ايجابا على المنتخب الوطني بحكم اننا مقبلين على كاس افريقيا في الكوت ديفوار؟ خلوا لي الراي ديالكم في التعاليق ونتلاقاو في فيديو جاي.